عدد هام من الجماهير هنا جاءوا لمواكبة أولى عروض الأوركستر السيمفوني التونسي، وذلك بعد قليل داخل أروقة المسرح البلدي بالعاصمة، وذلك في افتتاح موسمه الجديد 2015-2016، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى. بمعزوفات لأشهر العازفين العالميين يحتفل الأوركستر السيمفوني التونسي باليوم العالمي للموسيقى، ويعلن عن انطلاق موسمه الثقافي لهذه السنة بعروض جديدة. يقول قائد الأوركسترا أن للشباب والأطفال فيها نصيب. برنامج يواصل العمل على مشروعه الفارط مع مراعاة بعض الاختلاف. اكيد باش يكون مختلف البرنامج بالنسبه للموسم هذا. احنا ما ارتحناش، كملنا الموسم نتاعنا لو 18 سبتمبر وبدينا ديبي اكتوبر في الموسم الجديد. دونك اليوم بدينا بعرض بمناسبه اليوم العالمي للموسيقى كما كل عام. دونك عملنا مختارات من انماط مختلفه من الموسيقى. أميمة من العناصر الشابة في الأوركسترا، درست اختصاص العزف على آلة الإيقاع بالمعهد العالي للموسيقى قبل أن تلتحق بفريق الأوركسترا منذ حوالي 4 سنوات. أميمة وغيرها ممن هم في سنها يعدون الحلقة الأبرز في بناء أوركسترا الجيل القادم، المشروع الذي يعمل الأوركسترا على بنائه مستقبلاً. والله ça s'est super bien passé الحمد لله كالعادة une bonne ambiance voilà نعملوا جو سورتو قبل كل شيء. الجمهور المتابع لعروض الأوركسترا السيمفوني أثنى مطولاً على أداء العازفين، ظل وفياً لعروض الأوركسترا في كل موسم. جاء اليوم لمعرفة برنامج الموسم الجديد ومواكبة العرض. والله عرض ممتاز كما كل عادة. أنا مواظب على الأوركستر السيمفوني التونسي، ولدي يعزف في الأوركستر، دونك قاعد نتابع فيه بكل اهتمام وإن شاء الله ديما هكا. عرض الليلة مثل رحلة عبر الإيقاعات، جمع الجمهور الحاضر بأشهر العازفين في العالم، لكن على أرض تونسية ومسرح تونسي.